اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم صينية عجة جميلة جدا، رائعة ورهيبة، وكمان مكوناتها مش هتكلفك غير 40 جنيه. 40 جنيه هياكل منها 6 أفراد. يلا بينا نبدأ بالأكل الجميل الرهيب بتاع أهالينا زمان اللي كله بروتين وكله فوائد. يلا بينا نشوف المكونات. عندي بصلتين، وعندي 5 بيضات، وعندي باكت بقدونس وباكت كزبرة، وعندي تلت كيلو طماطم، وعندي 3 معالق دقيق شاي، 3 معالق شاي، وباكنج باودر، ومعلقة بهارات، ومعلقة ملح، و4 معالق زيت زيتون. يلا بينا نعملها مع بعض. زيت زيتون او زيت نباتي انتوا حرين. هنبدأ نحط المقلاية الحديد كده الزهر دي على النار، صحية جدا وجميلة، ونسيبها تسخن. بعد ما تسخن هنحط فيها معلقتين زيت ونحط فيهم البصل، وهنفضل نقلب في البصل بتاعنا ونكرمله لغاية ما ينزل منه السوائل. بصوا ما شاء الله بدأت السوائل تنزل. هنبدأ نحط حبيتين روزميري على ورقة لورا، ونظبط كده الطعم والريحة والنكهة عندنا. ايوه بس كده انا وصلت بقى للبصل انا عايزاه لونه ايه. هبدأ بقى اضيف عليه تلت كيلو الطماطم. ضيفي عليه تلت كيلو طماطم، وتفضلي تقلبي فيه تقلبي فيه، وما تقلبيش كتيرة عشان خاطر السوائل بس اللي تفقد، وفي الشكل احنا عايزين شكل الطماطم يفضل موجود. وبعدين في الوقت ده هتضيفي عليه معلقة سكر، معلقة سكر دي اهم حاجة تشيل مزازة الطماطم. وبعدين نبدأ نحط بقى الملح والبهارات، وظبطي الدنيا كده. حبة ملح وحبة بهارات، ما تحطيش البهارات مرة واحدة. ايوه بصوا بقى ايه، خلاص كده شكشكت كده وبقت جميلة وفقدت السوائل بتاعتها. يا سلام. يلا بينا برضو نحط شوية البهارات بقى الباقيين والملح، حطيناهم على دفعتين. بصوا كده الطماطم لسه موجودة، وده اهم حاجة تكوني مخلية بالك فيه في الوصفة. تفقد السوائل بتاعتك والدهون تبدأ تبان، تحطي بقى الخضرة. خليكي ماشيين كده مع بعض مرحلة مرحلة. حطينا الخضرة بتاعتنا، ونفضل برضو نقلب فيها كده لغاية ما تخش جوه نكهة الطماطم ونكهة البصل، عشان يطلع عندنا كده توليفة رائعة مع البهارات والملح. ويا عيني انا بقى الريحة انا اللي شماها. تستنوا بقى لما الخضرة كمان تبدأ تدبل. خلي عندكم صبر كده وانتوا بتعملوها ومزاج. شيلي بقى ورقة اللورة، ارميها بقى خالص. تعالوا بقى وهي على النار وطينا عليه، نجيب بقى عندنا شفشق الخلاط ونكسر فيه ال5 بيضات. كسرتي كده ال5 بيضات، بيضة بيضة كده بروقان. ليه جوه شفشق الخلاط؟ عشان نمزج كل السوائل مع بعضها، مبقاش عندنا تكتلات، والبيض يختلط كده، ولما نحطه على الخليط بتاعنا يبقى كده كله منسجم مع بعضه. و3 معالق الدقيق، روعة قمة في الروعة. ضربناهم بقى في الخلاط، ونجيب مقلاية بقى نحطها قصدي صينية، ونحطها على النار. كانت تيفال بس متخربش. حطينا فيها معلقة الزيت الباقية، وهنفضل بقى نسخنها. سخنيها تسخين كويس جدا، وخلي معلقة الزيت دي تبقى فيها في كل ناحية، وتخلي معلقة الزيت بتاعتك دي تقدح. تقدح يعني تسخن قوي وتبدأ تبخر. تكوني بقى حطيتي الخليط بتاعك على الخليط اللي في الخلاط وقلبتيهم كويس، وتروحي ضيفاهم دفعة واحدة في قلب الصينية دي. شوفي بقى اهو، حطينا خليط الخلاط كله على البارد، حطيناهم على بعض عشان البيض ما يستويش، وبعدين قلبناهم كويس على اللي كنا عاملينه في المقلاية، ونبدأ ننزله بقى في الصينية السخنة. ولازم الزيت يكون سخن والصينية تكون سخنة. حطيهم بقى في قلب الفرن وطلعيها. الباكنج باودر حطيناه مع الدقيق ما تنسوش. وطلعت عندي والريحة ما اقولكمش، يا الله، ريحة رهيبة جدا وجميلة. يا الله يا الله، فكرتونا كده بأيام زمان، الأيام الخير والبركة اللي كانت في البيوت بتاعت أهالينا. بصوا بقى الطعم والريحة ما اقولكمش. سبتها تبرد خالص، حضرت طبق التقديم، وهنبدأ بقى نقطعها بالسكينة كده، وتقطعيها زي التورتية بمزاج. يا عيني انا عايزة اقول لكم انا مش مستحملة من الريحة. ريحتها جميلة وطعم رهيب. مكونات بسيطة، سعرها 40 جنيه. 40 جنيه المحتويات المكونات بتاعتنا. عملنا بيها صينية تأكل 6 أفراد.
جميلة وموفرة واقتصادية ورهيبة. وتعالوا بقى نطلع حتة حتة. بصوا يا عيني، يا عيني، طبعا البيض بقى بالدقيق بالدنيا كلها ممزوجة مع بعضها مع الباكنج باودر. بعدين حطيناه على الخليط اللي سويناه، وطلعت الدنيا كلها معتقة ببعضها. والطعم والريحة ما اقولكمش عليه، ما اقولكمش عليه. يا ريت كنتوا معايا عشان تشموه وتشوفوا الطعم والريحة والنكهة الرهيبة. يا عيني، شوفوا بقى انا بقدهم لكم اهو. تقطعيها كده بايديكي تطلع معاكي متماسكه كلها وجميله، لانك حاطه كميه البيض اللي تخلي الخليط بتاعك كله نكهته وطعمه وريحته رهيبه. يلا بقى قوموا اعملوها، جميله جدا، اقتصاديه وموفره، رهيبه 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 فوق ما تتصوروا. جربوا الطريقه بتاعتنا وقولوا لنا ايه رايكم في التعليقات. يلا ما تنسوش.